ما عرفتيش شنو هي هاد القرعه ولا ديالها ياك؟ تبع معايا. هاد القرعه هي ريحه، هي عطر اللي خلق ضجه في العالم كامل سنه 2019. علاش؟ حيت هو عطر كيرجع لاكثر من 2000 سنه للور، كيرجع للامبراطوريه الرومانيه. وكانوا لقاوه بعض الكيميائيين وعلماء الاثار من جامعه قرطبه في اسبانيا، في واحد الفيلاج، في واحد البلده صغيره في جنوب اسبانيا اللي كتسمى كارمونا. لقاوه في واحد المدفن او اللي كيتسمى بوريل. فهاد البوريل كتكون بحال واحد الجره. الناس اللي كيتفرجوا في المسلسلات الكوريين غيعرفوا هاد التقاليد هادو، انهم كيحرقوا الجثه، كياخذوا الرماد ديالها وكيديروا في واحد الجره وكيدفنوا معاه الحوايج اللي عزاز عليه. فهاد البوريل هذا اللي كان كيرجع للامبراطوريه الرومانيه في هاد البلده هذه في اسبانيا، لقاو هاد الرماد يعني الجثه، ولقاو معاه هاد القرعه هذه اللي هي الريحه. هاد الريحه هذه والكيميائي اللي كان مسؤول ديك الساعه على على هاد الاكتشاف هو خوسي رويز اريبولا. فاش دار التحاليل على هاد القرعه لقى جزيئات الباتشولي. وهذه علاش دار ضجه؟ هو انه اول مره في التاريخ قدوا انهم يتراسيو جزيئات عطريه اللي كترجع للامبراطوريه الرومانيه. والسبب علاش انه هاد الجزيئات قدروا انهم يبقاو في القرعه رغم مرور 2000 سنه، هو انه الغلاقه ديالها كانت من الاسفلت. وهذا الاسفلت بحال قلتي شكل بحال الزفت اللي تيكون في الطريق. وهذا الاسفلت عنده واحد الكاركتيرستيك، واحد الخاصيه، انه كيمكن الجزيئات انهم يستقروا عليه لاطول مده ممكنه. داكشي علاش جزيئات الباتشولي بقاو مده 2000 سنه. زائد انه هذا البوريل، هذا المدفن هذا كان في واحد البلاصه اللي مظلمه وبارده. هادشي علاش لقاو جزيئات عطريه مازال تما. بطبيعه الحال لو ليكيد ولا لو جي راه ما بقاش مسدود، والظاهره ديال لا فيرمونطاسيون ايتترا بقاو غير الجزيئات العطريه اللي حافظوا عليهم. هذا كان كيتعتبر واحد الاكتشاف كبير، خاصه عند علماء الاثار من ناحيه، وعند الناس اللي مهتمين بعالم العطور من ناحيه واحده اخرى. نتمنى انكم تكونوا استفدتوا من هذه القصه، واديوس.